نحن اليوم في سجنان الحقيقه راينا تلقينا شهادات مفزعه واحنا توها في حوار حتى مع المجموعه. نظرا على الاحداث هو الظروف الصعبه اللي يعيشها الناس، اطلاق على السجنان الفقر والغياب الامن، وبطبيعه الحال هذا ادى الى فوضى. غياب الامن ادى الى مجموعه تسيطر على المدينه، تفعل ما تشاء، معناها تصور حسب الشهادات من المحاكمات، معناها ناس يقوموا بدوريات في الليل، يوقفوا اللي يحبوا، يمشوا يصندقوهم، يمشوا يحاكموهم، ثم انسان اعتدوا عليه، معناها يديه يكسروا له ويخشى الخروج من منزله، البيت يخشى منه باش يخرج. احنا هذه استغاثه الى السلطات المعنيه لتوفير الامن وتطبيق القانون. ناس ما عادش عايشين في الامن الحقيقه، والله شيء مفزع. ناس ما عادش عايشين في الامن، لابد من تطبيق القانون. 4 بوليسيه في 4 عوان امن في مدينه كامله. يقولوا لا عندنا الاسماء اللي احنا عندنا خذينا محاضر بالاسماء ممضات، ويقولوا كلهم سلفيين بلحيهم وبلباسهم، كل والمجموعات بالسيوف، عندهم سيوف في اماكن في يعني يحملون سيوف في الليل وهي رواد. لا كلهم ياكدوا المواطنين، والغريب في الامر انه يقولوا معناها المعتمد او الامر يقولوا لا ما فماش، احنا ما سمعناهمش، لكن يقولوا ما فماش. يعني احنا مش السلطه، احنا حكينا يعني لابد باش نقدموا تقرير، احنا جينا باش نكشفوا الحقيقه. وثم ناس قالوا انه يعني وقع تهديد بعض الناس وقت اللي جات بعض الجرايد باش قالوا لهم لا راكم تقولوا اخذوا الحقيقه ما تقولوش الواقع. يعني نقولوا الامور مريقله في السجنان وما حد شيء وناس دعاة خير. لا احنا اليوم حررنا على عديد الناس وتوعنا محاضر وهي باش نراها على ذمه معناها اللي يحبوا يطلعوا عليها السلطات القضائيه والامنيه موجوده لمحاكمه متابعه الناس هذا اللي بالاسماء موجوده شكون اعتدى. نقول لك احنا نخشى اليوم انا نروحوا ونخشوا انه الناس اللي عطاو شهادات يقع الاعتداء عليهم تقع هذا ما نقول، ونحملوا مسؤوليه للسلطه. وقع تهديدات، كما انسان وقع ضربه، وقع انسان ضربه كسروا يديه وكان ما ينجمش يخرج من الدار.